اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم امنحنا الطمأنينة في عز خوفنا، وامنحنا الرضا في عز أوجاعنا، وامنحنا الصبر في شدة أيامنا. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا، وافتح لنا أبواب الفرح والسكينة والسلام والتوفيق، واتمم علينا نعمك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا. أشكركم على التعليقات الجميلة اللي بتشجعني وتديني حافز للاستمرار، وربنا يوفق الجميع. كانت تعمل بالمستشفى ممرضة ليلية، وآخر حالة مرضية أوكلت لها كانت امرأة من الطبقة الثرية بالمجتمع. كانت ترعاها لأنها توسمت فيها خيرا، ولأنها كانت لا ترى أحد من أهلها يحنو عليها ولا حتى يأتي لزيارتها بين الحين والآخر. وبآخر أيام حياتها تركت هذه السيدة وصية لابنها الوحيد، والذي كان يدرس إدارة الأعمال في الخارج ليستلم مجموعة شركات والده الراحل عن الحياة. وكانت الوصية كارثة بالنسبة للشاب، فقد كانت وصية والدته الوحيدة أن يتزوج الفتاة الممرضة، ولم يكن بيد الشاب حيلة إلا تنفيذ وصية والدته الراحلة. ولكنه اتفق مع الفتاة بأنه سيكون زواجا سوريا مقابل قدر من المال ولمدة عام واحد. وعلى الرغم من ذلك تقبلته الفتاة، وكانت تحاول جاهدة أن تجعله سعيدا راضيا عنها، مع أنها كانت لديها قناعة بأنها لن تكمل حياتها معه. هذه الفتاة اعتادت على الأزمات طوال حياتها، فقد فقدت والدها من وقت قريب، والدتها في مستشفى تتلقى علاجا بصعوبة تستطيع أن توفره وتجمعه. وما جعلها تتزوج من الشاب هو أن تتمكن من إجراء عملية زرع لوالدتها لتتمكن من الحياة الطبيعية. أما عن الشاب فقد كان على علاقة بفتاة أخرى، وكان يرغب بالزواج منها، غير أن رغبة والدته هدمت كل آماله وأحلامه ومخططاته. كان يواسيها على الدوام، وقد أخبرها إن الزواج سوري ومدته الزمنية التي لن تزيد عن عام. فاطمأنت الفتاة بعض الشيء، وكان لها مخططات أخرى، فكانت لا ترغب بالزواج من الشاب لشخصه على قدر رغبتها من امتلاكها لأمواله وأموال والده الراحل الطائلة، واسم عائلته الأشهر من نار على علم في جميع المجالات. وفي يوم من الأيام كان الشاب نائما، واستيقظ من نومه وذهب لزوجته وأقام معها علاقة رغما عنها. وفي الصباح التالي أعطاها حبوب لمنع الحمل. سأمت الفتاة من أفعاله، ولكنها كانت لا تقدر على الرفض، لأنها بنفسها من فرضت عليها هذا الأمر، وبات أمرا واقعا عليها. وكان في كل ليلة يعاملها بمثل هذه المعاملة، لدرجة أنها كانت تشمئز من نفسها. ألي هذه الدرجة يكرهها ويستهين بها؟ لم تقدر على الانفصال عنه، وكانت تحاول جاهدة أن تحول زواجها بالاتفاق لزواج حقيقي. وفي يوم من الأيام فوجئ بتعبها المتزايد، وعلى الرغم من ذلك لم يفعل لها شيئا، وأصر على الخروج مع حبيبته وتركها بمفردها بالمنزل ليعود إليها ويجدها ملقاة على الأرض. وكانت هذه المرة الأولى التي يشعر فيها بالانجذاب نحوها وخوفه الشديد عليها، فحملها وذهب بها للمستشفى، وهناك علم بخبر حملها.
وما أدهشه حقيقة شعوره تجاه حملها. لقد كان فرحا للغاية، وتغيرت معاملته لها كليا، فبات يعاملها بلطف. اعتقدت الفتاة إنه أخيرا ابتسمت لها الحياة، ولكنها أيضا كانت لا تعطي لنفسها الفرصة للاندفاع، فعلى الدوام كانت معاملته لها قاسية لأبعد الحدود، ودوما ما كان يشعرها بالدونية وإنها أقل منهم. وكان هناك من يراقب الوضع بين الزوجين من قريب ولا يرضيه ما يحدث بينهما. كانت الفتاة حبيبة الشاب، والتي أعطت أموالا للخادمة فور علمها بخبر الحمل، وجعلتها تضع مادة علاجية تجهض الطفل لتضعه الخادمة في طعام الزوجة. وبالفعل فعلت الخادمة ما أوصتها به الحبيبة. وفور انتهاء الفتاة من شرب الحساء شعرت بمغص شديد ببطنها وسقطت على الأرض، ولم تستطيع إنقاذ نفسها ولا إنقاذ الجنين الذي ببطنها. وعندما عاد الشاب من العمل ليلا وجدها غارقة في دمائها، فحملها والدموع تسيل من عينيه، وبأسرع ما عنده وصل بها للمستشفى ليفاجأ بخسارته لجنينها. لم تكتفي حبيبته بمكيدتها، وسوست في أذن الشاب بأن الفتاة هي من قامت بالتخلص من جنينها لعدم رغبتها في أي شيء يربطها بالشاب، لكرهها الشديد له. ومن جهة أخرى أقنعت الفتاة عن طريق الخادمة بأن الشاب من طلب منها ذلك لأنه لا يريد منها أبناء. عاد الشاب لمعاملته القاسية والتقليل منها أمام الخدم بالمنزل. أما عن الفتاة فكل ما كان يشغلها أن ينقضي العام بأسرع وقت ممكن للتخلص من حياتها معه. وبعد أيام قليلة جاءتها أخبار من المستشفى بأن حالة والدتها الصحية تتدهور على الرغم من إجراءها عملية الزرع. ركضت إليها الفتاة لتفاجأ بأن والدتها تلفظ أنفاسها الأخيرة. لامتها والدتها على أنها ضيعت حياتها بسبب تفكيرها الزائد في أمها. كان اللقاء حارا بين الأم وابنتها، وانهارت كل واحدة منهما، والأم فارقت الحياة بين يدي ابنتها والتي انهارت وانفجعت في خسارتها لوالدتها. وعلى الرغم من علم الشاب بذلك ورغبته في الذهاب والوقوف بجانب الفتاة، إلا أن الحرباء حبيبته التي معه أقنعته بأنها تتولى أمورها جيدا، وأنه إن أقدم على فعل مماثل فستتمسك به الفتاة أكثر. وبرحيل والدتها ازدادت الفتاة قسوة وكرهت العالم بأسره، واتخذت قرار بأنها تنهي العقد الذي بينهما وكل منهما يذهب في طريقه. ولكنها تفاجأت به يغضب عليها ويبرحها ضربا، ومن جديد يعاملها بكل قسوة وعنف. فرأت الفتاة الهرب منه، وكانت حامل بطفلها حينها ولم تعلم عن ذلك شيئا. وبالفعل تمكنت من الهرب، وحدثت لها وعكة صحية واكتشفت حملها. خشيت على طفلها من العودة ومن خسارتها إياه كما فعل مسبقا. وبعد 5 سنوات قابلته صدفة لشكه إن لديه ابن، وبالفعل استخدم رجاله وتأكد من الأمر وأجبرها على العودة إليه. ولكنه في هذه المرة كان قد تغير كليا، ولا سيما بعد ما اكتشف بنفسه حقيقة الأشخاص من حوله، وإن والدته كانت على رؤية واضحة عندما طلبت منه الزواج منها بالتحديد دونا عن سائر الفتيات. فعاشوا في هناء وسعادة بالتوفيق للجميع وفي رعاية الله وحفظه وأمنه.